اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في دبارة جديدة لشقة نفطر. اليوم دبارة باش تكون مختلفة شوية على العادة. حبيت نودكم بها، إن شاء الله يعجبكم الفيديو وإن شاء الله تستفيدوا منه. عملت حسو بالكعبر، الحمى مفروم، بتنجان محشي بالحمى مفروم وبالخضرة، طاجين البي وسلطة جرجير. أول حاجة بديت بها هي الحسو. قليت البولات نتاع اللحم مفروم، فوحتهم ملح فلفل اكحل، تابل وكرويه ونعناع شايح. قليتهم في شطير بسله، بعديك حطيتهم على جنب. حطيت لفاحات، طماطم معجونه، هريسه عربي، فلفل احمر، ثوم، تابل وكرويه، كركم، ملح. قليتهم دوبلاش، مرقتهم بالماء سخون. ديما المرقان ديما بالماء سخون كي يبدا عندنا طماطم معجونه باش ما تجيش المرقه قارص. حطيت لهم شويه كرافس ورجعت لبولات وخليتهم يطيبوا على جنب. وتوا باش نحضر طاجين البي. اول طبقه باش نحضرها اللي هي متكونه من اللحم مفروم، قليتها مع شطير بصله، فوحتها ملح وفلفل اكحل وشويه نواد مسكات. لهنا من غير ما تزيدوا الماء، تقليوه على نار متوسطه، خاطر ديجا اللحم باش يسيب العصاره نتاعو وتخليه يطيب سله سله حتى ينشح من المرقه نتاعو. لهنا عندي اللحم صايي احضر، حطيته في صحيفه وباش نحطه يبرد على جنب. وفي نفس المقله قليت شطير بسله، وعندي سبنخ كونجولي، فوحته بشويه ملح وفلفل اكحل ونواد مسكات، ونخليه حتى ينشح من الماء اللي باش يسيبه. وتوا باش نحضر الحشوه متاع البيتنشال. اخذت بصله كبيره، واخذت زوز قرون فلفل احمر الوان هذاك الكبير، قسيتهم شرائح وحطيت نقلي فيهم في شويه زيت. وفي نفس الوقت اخذت كعبه البيتنجال، قسيت كل كعبه نصفين وفرغت لهم القلب نتاعها. بعد ما فرغت الانصاف نتاع البيتنجال حطيتهم في طبق الفور، فوحتهم بزيت زيتونه، ملح وفلفل اكحل وشويه اوريغان، وباش نحطهم لمده 20 دقيقه على 180 درجه باش البيتنجال ينشح شويه من الماء نتاعو. لهنا عندي القلب بتاع البيتنجال ما طيشتوش، فرمته باش نحطه يتقلى مع البصل والفلفل، وفوحته بالملح والفلفل الاكحل. وتوا باش نزيد اللحم المفروم ونخليه يتقلى مع الخضره.
وتوا باش نبدا نحضر طاجين الباي. اول طبقه باش نحط فيها اللحم مفروم، جبن مرحي، عظم، ملح وفلفل اكحل باش نركزهم مع بعضهم ونحطهم يطيبوا لمده 20 دقيقه على 180 درجه. بعد ما حضرت الطبقه الاولى نتاع اللحم باش نزيد الطبقه الثانيه اللي هي متكونه من سبناخ وعظم، ملح وفلفل اكحل باش نركزهم بالكدا، وباش نزيدهم فوق الطبقه الاولانيه نثبتهم بالكدا بالفرشيطه والا بالمغرفه باش يجيو بعد في التياب كل طبقه ظاهره وحدها ويجيو مزيانين في البريزونطاسيون. باش نحطو يطيب على 15 دقيقه خاطر السبناخ ما فيهش روح، على 180 درجه. وتوا باش نحضر الطبقه الاخرانيه اللي هي متكونه من الريكوتا، عظم وجبن، ملح وفلفل اكحل باش نخلطهم مع بعضهم ونحطهم فوق السبناخ بعد ما طاب. توا باش نحضر لاصوص بالشعمال اللي باش نعمل بها لا غارنيتور نتاع البتنجال. ذوبت مغرفه كبيره نتاع ماكله مارغرين، نزيدها مغرفتين ونص نتاع ماكله فارينه، خلطتها مع بعضهم وقعدت نتبع بشويه بشويه بالحليب. ماذا بكم لهنا الحليب ما تصبوش مره واحده باش ما تجيكمش صوص شاريه، دونك تبعوا بشويه بشويه حتى لا تتحصلوا على التكستور كما لا كريم باتيسير اللي نحضروا فيها بنشاف الدار. فوحتهم شويه ملح وفلفل اكحل ونواد مسكات. وتوا باش نبدا نملى في كعبات الباذنجان. حطيت المره الاولى الحمه مع الخضره، فوق منه مغرفه نتاع صوص بالشمال وفوق منه جبن، ساهله ما فيها حتى شيء. دخلوه للفور على 180 درجه لمده 25 30 دقيقه، ومن بعد تاكلوه بالصحه وبالشفاء.
واخر حاجه قعدت لي شقان الفطر هي سليطه، لهنا باش تكون مختلفه شويه على العاده، ما فيهش لا خس لا بسباس لا خيار. اخترت الماش اللي يسميوها بالعربي وصلحوني كان انا غالطه اسمها خس النعجه، ويسميوها زاده بصديق الانسان في الشتاء لكونها تحتوي على احماض دهنيه غنيه بالاوميغا 3. غسلتها بالكدا وسقطرتها من الماء، زدتها مايس تومات سيريز، فوحتها بزيت زيتونه ملح وفلفل اكحل، وزينتها بالجبن. لهنا عندكم حريه الاختيار، تنجموا تزينوا بالجبن اللي عندكم متوفر في الدار، القشر تاع سلامي، عظم مسموك، والا كبوبيت سوتيه. وقبل ربيع ساعة من شقة الفطر زدت صمغارف نتاع ميكلا كبار سميت أحرش للسوب اللي بالكعابر اللي عملتها، وهكا نتحصلوا على اللحسو بالكعابر والا نقولوا له زاد إصدر. حطيت له رشة نعناع شيح وكعبة كبار. تنجموا تزيدوا زاد كان عندكم قارص ولا ليمون مرقد تقصوه جيد، جرينة فلفل برلعبيد. وسورتو الطبق هذا ناكلوه سورتو في الشتاء في وقت البرد ولا كي يبدا واحد مقرب. وهكا شقة الفترة متاعنا حضر السليطة الكل منفعة زينتها بالطريقة هذه، ان شاء الله تكون عجبتكم. الباذنجان المحشي باللحم مفروم والخضرة، ولهنا اسيوس صغيرة اذا كان صغيراتكم فما نوع نتاع خضرة ما ياكلوهش نجموا تحطوه في الحشوة من داخل ما يفيقوش بيه. زينته بورقة بازيليك خضر وجاي ياسر بنين. لهنا لحسو موزوز، رشة النعناع الشايح زدته بنة على بنة، تعملوا عليه عصيرة قارص، والتكستور متاعو لازمها تكون جارية والا خاطر لازم يكون بين البنين. وسي طاجين البين متصدر الطاولة، شوفوا كزينة وكالمنظر ياسر يشهي ما شاء الله. طبقات كما قلت لكم بكري، شوف الطبقات كيفاش جات متساوية. قسيته على طريقة أبراج البقلاوة وزينته بالفرويساك. وهذه كانت طاولتنا نتاع شقة الفطر. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى لكم شهية طيبة، افطار شهي، نسون مقبول وذنب مغفور، اللهم دمها نعمة ونحفظها من الزوال، وصحة شريبتكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو قادم. بسلامة.